ناقش الاسعار والغازوال وهلم جرى، واش اللي ناقشنا فيه واش بصح ما خصش نناقشوا هذا مصلحه البلاد والفتنه وغنبلبلوا البلاد؟ يعني اللي كيهضر في غلاء الاسعار دابا يسعى الى الفتنه وسط المغرب. اللي كيسعى للفتنه هو اللي ما كيهضرش في هذا الشيء. اللي كيسعى للفتنه هو اللي مخلي هذا الشيء هكا تطردق. لا كيقول لك زعما حتى يجي وقت هذا الشيء ما انش وقته دابا. وقتاش غادي يجي؟ وقتاش غيجي؟ انا تنقول لك عندك 2 مليون عايشين بقلب من 3 دراهم ونص، وعندك واحد العشر ديال المغاربه كيعيشوا ب 17 درهم النهار، وهذوك لي سوا ديزون تنقولوا عايشين شويه عنده 40 درهم في النهار. وقتاش غيجي هذا النهار؟ في نفس السياق نسولك عزيز، الا كانوا عندنا 2 المليون مغاربه خوتنا، كنقول خوتنا بحمولتها، خوتنا مغاربه، وعندنا 10% قل من كذا، وعندنا النخب بعضهم ديني او يساري او ليبرالي او انسان عادي ولا الاسئله الجمعيه ولا المحامون. بغيت نسولك في هذا السياق كيفاش كتفسر الصمت؟ هل يبرر الصمت زعما ديال النخب؟ غير مبرر. غير مبرر. ممكن نصفه بالجبن. كاين جبن. وي. وهذاك كيزيد يأزم. هذا نتيجه للضغط اللي دايره الدوله وانعدام حريه التعبير راه الجواب الامني هذا هو النتائج ديالو. الجواب الامني هذا هو الجواب ديالو، انه بصح وصلات الدوله انها تخلي بنادم ما يهضرش، والداري هذاك داك الفقيه صاحبك مول الشيخه قال لك كتسخنوني. ما عنده الحق ولا ما عندوش حق؟ شمن الحق عنده؟ هما اللي كاين في المرجعيه الدينيه الساكت عن حق. الساكت الحق شيطان اخرس، بمعنى خاص الانسان يهضر طبعا، لان ما يمكنش نلقاو الحلول لما ناقشناش. ولكن كاين البعض اللي كيقول لك عنده الحق. علاش؟ تيقول لك بصح بنادم ملي كيطيح في الحبس ما كيعقل عليه حتى واحد، ها هو ملي كيمشيو كيسخروا كيخليو بنادم مع بعضو كيتعذب. راه كل هاي يدير مسؤوليته. فاش كتكون تحمل مسؤوليتك داك قناعتك مارسه، تمشي للحبس ما تمشيش للحبس هذيك قناعه ديالك. ما عندكش قناعه سير جلس في حالك، ولكن ما تكونش ما تلعبش الدور ديال المسكين ديال هذه الاوضاع في هادشي. ما تلعبش الدور ديالاش ديال المسكين ديال الاوضاع، وانك زعما حريص على الشعب بانك كتمنع هذا النوع من النقاش ولا ما كتبغيش تخوض فيه. راه العمق ديال الفكر ديال العلمانيه هو هذا، هي ان مسائل الدنيا خصنا نناقشوها. لا وحتى فكره اخرى، هو اي هضره ديال الفتنه ما تهضر مثلا. هذه طريقه للقمع وصافي، طريقه ديال القمع ديال الحريه ديال التعبير. حاجه الصباح اش يوقع عباد الله جالسه تدين يقول لك ودوي لينا على كذا الناس في كذا وكذا، وانت جالس كدوي لنا على الثبات والهضره اللي ما عندنا ما نديروا بها، وحق لكم اللور عباد الله كتهضر في كذا وانت كتقول واخا كتبغي تدخل تشوف هذا السيد اللي كيقول لك هضر لينا على كذا وكذا، هضرنا على غلاء الاسعار، هضر لينا على الظلم الاجتماعي، هضر لينا على هذه، كتقول واخا كيقول لك اودي هضر لينا على يعني المشاكل العداله الاجتماعيه. انت مخبي تحت الناموسيه في داركم ومخبي في مواقع التواصل الاجتماعي، ما حاطش الريحه ديال سميتك. اش جالس تدير؟ جالس كتسخن فيا انا باش نوض انا نبدا نغوت. نفترضوا سيدي داك الشيء الذي انت تطالب به، نفترضوا انه بعقله وعندك فيه الصح. خاصني نشوفك انت اول واحد يمتثل هذا الكلام، لان على حسب ما كتكلم انت قلبك يتحرك على هذه المسائل. خاصني نشوفك ما كتحركش الضوء الاحمر، خاصني نشوفك انت الاول في الصف ديال الصلاه، خاصني نشوفك باللي كتادي الواجب اللي عليك، خاصني نشوفك باللي انت القضايا ديال المستضعفين انت تناصرها. عرفتي من اصل الاصول، من اصول الفتن اللي كنعيشوها دابا، وهو ان الناس ليس عندهم استعداد للعمل، باش نكونوا صريحين شويه، وكيتسنى في واحد غادي يجي يقول لي واحد جوج كلمات ويخرج منها يقول لك والله حتى كاين هذاك الاستاذ وترعطاهم. ايوا نهار ذاك الاستاذ كيتوقف ما كيبقى يقدر لا دروس لا محاضرات لا درس في الجامع لا وعظ لا ارشاد، يمنع من المنصات، يصادر مثلا كذا، قد تصادر حريته. اش كنلقاك كتبتي وهو راه كيحل فمو اكثر من القياس. هذا شفناه وعايناه مع ناس كانوا هازين الدربوكه وجالسين تيطبلوا العدد ديال الاساتذه والعلماء والمهندسين والمشايخ، ودفعوهم تحت وطأة سلطة الجمهور. أن الواحد خصو يرد البال شي شويه.